الافريقي لكرة القدم باربي سانتينو افضل حارس مرمى، وباربي سانتينو حارس مرمى الارجنتين الذي لم تستقبل مرمى اي هدف في مبارية خروج المغلوب، لكن امام المغرب استقبلت مرمى هدفين. سانتينو باربي افضل حارس في كاس العالم تشيلي 2025. هنيئا لحارس مرمى الارجنتين، افضل لاعب في كاس العالم. The winner of the Adidas Bronze Ball is Milton Delgado. ميلتون ديلغادو يتوج هو الآخر ويصعد إلى البوديوم. ميلتون ديلغادو مدافع المنتخب الأرجنتيني، ثالث أفضل لاعب في كأس العالم ميلتون ديلغادو. يأخذ صورة، يكتفي بالصورة فقط. نتحول إلى لقب آخر. The winner of the Adidas Silver Ball is ثاني أفضل لاعب في المونديال، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ياسر زبيري، الذي نال الجائزة. ومن يسلم الجائزة والسيد ناصر بوريطة، والذي يسلم جائزة تقدير، جائزة يقدر عليها هذا النجم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. جائزة الافضل لعثمان معمة. هنيئا عثمان، هنيئا لمجهودات عثمان، هنيئا لك. القاب كثيرة اليوم للمغرب، القاب مستحقة، القاب تاريخية، القاب توثق مشاهد أخرى ستنضاف لمشهد التتويج التاريخي، للمشهد الذي ننتظره جميعا، مشهد حمل كأس البطولة، مشهد التاريخ الذي يكتب اليوم. تكتب فصول الأولى في تشيلي في انتظار المزيد من الفصول في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي كؤوس أخرى في كأس العالم للفتيان في الدوحة القطرية، وفي بطولات أخرى تنتظركم كأس أفريقيا 2025 أيضا. لنقف جميعا ولنصفق للحكم العادل السيد مارياني موريتيو الذي أدار المباراة النهائية بكفاءة عالية. واحد من أفضل الحكام اللي شفتهم على مدار التاريخ في عالم الكرة. لم يحد عن جدة صواب منذ انطلاق هذه المباراة، كل قراراته كانت صائبة، كان منصف، كان عادل. شيء جميل جدا أن تتابع طاقم تحكيمي بجودة عالية في كأس العالم. دون أن نغفل عن توجيه التحية لطاقم التحكيم المغربي بقيادة جلال الجيد الذي أدار مجموعة من مباريات المونديال بكفاءة عالية. مشهد جميل لحكام المباراة. Team Argentina. Y ahora pido un fuerte aplauso para el segundo lugar de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile. هنا منتخب الأرجنتين يتقدم لتسلم ميداليات الفضة. ممر شرفي، وهنا في المنصة الرسمية الكل يصفق للأرجنتين. ولما قدمته الأرجنتين طيلة مباريات هذه البطولة. الأرجنتين تخسر اللقب لكن تربح احترام العالم لانضباط لاعبيها ومجهوداتهم، لكن ما باليد حيلة. اليوم أمامهم منتخب المغرب، أمامهم منتخب أسود الأطلس، سيلفيتي والبقية. مشهد غير مسبوق، مشهد للتاريخ، مشهد غير مسبوق، مشهد للتاريخ. لحظات وسنعيش جميعا لحظة طال انتظارها، لحظة طال انتظارها منذ سنوات، منذ عقود. ننتظر أن نتوج بكأس العالم. كنا كان هذا حلم كنا نحلم به لما كنا صغار، كنا نكتبوا في الأقسام ونعلقوا ونقولوا أن المغرب فاز بكأس العالم على حساب الأرجنتين. بعد مرات سنوات واليوم الحلم بات حقيقة. الحلم نعيش فصوله، الحلم نعيشوه بأدق تفاصيله. اليوم في تشيلي المغرب بطل العالم، المغرب بطل العالم، المغرب أفضل فريق في العالم لفئة الشباب. نعم إن الحقيقة، نعم هو جزء من الحقيقة. الصورة ستكتمل بعد لحظات، الصورة ستكتمل وبلاسينتي دييغو يصعد للمنصة
محمد وهبي اليوم جرده من كل نقاط قوته، جعله أسيرا لحسابات معقدة لم تثمر أي شيء للأرجنتين أمام الفريق الوطني. بلاسينتي كان بالمطلوب منه، يتوفر على مواهب متميزة جدا. في انتظار اللحظة محمد وهبي وأول من يسعد. محمد وهبي يدخل التاريخ، أول مدرب مغربي يتوج بكأس العالم. يا له من لحظة افتخار. وهبي التقيته قبل ما يقارب 17 سنة أو 16 سنة بالضبط في أندرلخت، في نادي أندرلخت لما كان يدرب نبيل جعدي، لما كان في الفئة السنية نادي مدينة بروكسل. اليوم أهو يكتب التاريخ وسفيرة صاحب الجلالة هناك في تشيلي تستحق كل ثناء وتحية لما قدمته من دعم للكل. هنا اللحظة التي طال انتظارها. هنا اللاعبون يصعدون بخطوات ثقيلة من التعب لكن قلوبهم خفيفة كالحلم. بوديوم الشرف يلمع تحت أضواء تشيلي وكأن الأرض نفسها تبتسم للمغرب. الأعين دامعة والأيادي تشتبك للعناق والمدرب يقف في الخلف يراقب أبنائه بفخر الأب ودموع الفرح. الحناجر تصرخ. المغرب في القمة، المغرب للتاريخ. حسام، حان وقت الاحتفال، حان وقت حمل كأس البطولة. الكأس الذهبية ستقدم وسيرفعها القائد عاليا نحو السماء. سيتوقف الزمن بعد لحظات. كل من في الملعب يدوب أمام مشهد العلم المغربي وهو يرتفع فوق الجميع من طنجة إلى الجويرة. في كل المدن المغربية، في كل بيت سهر الليالي يهتف وكل قلب يخفق حبا للوطن. ستحين بعد لحظات لحظة البوديوم، لحظة التتويج، لحظة دخول المغرب رسميا إلى كتاب المجد الكروي العالمي. نعم، هنا تشيلي تشهد والعالم يصفق والمغرب يعتلي القمة. ابتسامة الأسد، ابتسامة الأسد الذي سيحمل كأس البطولة. لحظة حمل الكأس، لحظة حمل الكأس من حسام الصادق، من حسام خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم الذي ينوب عن باقي رفاق. ينال الميدالية في البداية، الكأس في المنتصف، تلمع تحت الأضواء كقطعة من الشمس. القائد يمد يديه بعد لحظات، لن يتردد ولو للحظة. سينظر إلى زملاء النظرة الأخيرة ثم إلى السماء وكأنه يرى فيها وجوه كل من حلموا بهذه اللحظة منذ الطفولة. سيرفع الكأس، سيتسلم كأس البطولة. كأس البطولة بعد لحظات. جياني انفانتينو وفوزي القجع يتوجهان معا نحو العميد، نحو القائد حسام الصادق. يا الله، يا له من مشهد للتاريخ، مشهد للتاريخ، مشهد للتاريخ، مشهد البطولة وللتاريخ. المغرب بطل للعالم، المغرب بطل للعالم. تتطاير القصصات، تتعالى الصيحات وتغرق العيون في دموع الفخر. لحظة خالدة، لحظة سنكتب فيها ويكتب فيها ابناء هذا الوطن فصلا جديدا من المجد. من تشيلي إلى كل بيت مغربي، من الجنوب إلى الشمال، من الصحراء إلى البحر، الكل يهتف بصوت واحد: عاش المغرب، الله الوطن الملك. هذه ليست مجرد كاس، إنها تاج على رأس وطن أحب كرة القدم فبادلته المجد والخلود. هنيئا لكم، هنيئا للجميع. هذا سفيان رشيدي يحييكم وأعود لزملاء في البلاطو.